طالما انت فتحت الفيديو ده دلوقتي فده معناه ان انت حد محتار اذا كان الشخص اللي انت معاه في علاقه هو حد نرجسي ولا لا. انا متفاهم جدا الاحساس اللي انت عايشه دلوقتي والحيره واللخبطه اللي انت عايش فيها، لان انت بينك وبين نفسك في احساسين مختلفين عن بعض. في احساس بيقول لك اللي هو ممكن يكون بيغلط معايا، الاخطاء دي عاديه لان احنا كلنا بشر وكلنا ممكن نكون بنغلط عادي جدا، مفيش حد معفي من الخطا، خصوصا في فكره العلاقات. ممكن حد ما عندوش خبره او كده، لكن على الناحيه الثانيه في احساس من جواك بيقول ان الاخطاء اللي بيغلطها دي مش اخطاء عاديه ابدا، مش دي الاخطاء اللي انا متوقعها ان ممكن طرف يغلطها مع الطرف الثاني في فكره العلاقات. فبيكون في راسك تساؤل، هل هو فعليا حد نرجسي ولا لا؟ عشان كده باذن الله في الفيديو ده انا هضمن لك لو انت كملت الفيديو ده للاخر انت الوحيد اللي هتقدر تجاوب على السؤال اللي محيرك والسؤال اللي مخليك مش عارف انت فعليا في علاقه مع شخص نرجسي ولا لا. بس الشرط الوحيد انك تكمل الفيديو للاخر عشان الصوره تبقى واضحه كامله ليك، وعشان فعليا ساعتها تقدر تحكم صح. السلام عليكم يا جماعه. قبل اي حاجه لازم افكرك كويس بالهدف بتاع القناه، وهي فكره زياده الوعي عند الناس. انا هنا مش جاي اتكلم على مواضيع كده وخلاص وفيديو ويخلص وخلاص، لا، الهدف من القناه دي هي فكره ان الوعي عندك يزيد. وبما ان انا بتكلم دلوقتي على مواضيع ليها علاقه بالعلاقات العاطفيه، فالهدف من المواضيع دي زياده الذكاء العاطفي، ان يبقى عندك ذكاء عاطفي في التعامل مع الناس اللي حواليك، واكيد من اهمهم التعامل مع الطرف الاخر. عشان كده ما تبخلوش عليا باللايك والشير والسبسكرايب كل الحاجات اللي انتم عارفينها دي، عشان فعليا يا جماعه اللايك والحاجات دي بتزود جدا الريتش بتاعي، وبتزود جدا ان القناه تكبر، فبالتالي ناس تانية كتير هتستفيد اكتر. خلينا دلوقتي نرجع لموضوع الحلقه. موضوع الحلقه بتاعتنا النهارده يا جماعه بينقسم لقسمين اتنين. القسم الاول هو تعريف كلمه نرجسي، والقسم الثاني ايه هي العلامات اللي انت لو شفتها في الشخص اللي قدامك ساعتها تقدر تقول ايوه الشخص ده نرجسي. لكن خليني هنا اقول لك ان اخر علامتين في العلامات دول مهمين جدا. يعني مش عايز اقول لك العلامتين دول لو انت لقيتهم في الشخص اللي قدامك فخلاص يعتبر بنسبه تتعدى 99% هو شخص نرجسي، فخليك متاكد انك تكمل الفيديو للاخر عشان تبقى الصوره واضحه ليك. لو هنتكلم على القسم الاولاني وهي فكره تعريف كلمه نرجسي، بعيدا عن الكلام الكتير يا جماعه الموجود على السوشيال ميديا، الشخص النرجسي اللي بيتجمع فيه ثلاث صفات، وبركز تاني على جمله بيتجمع فيه، تمام؟ يعني مش عنده صفه من الثلاثه او عنده صفتين من الثلاثه، لا هو عنده الثلاثه مع بعض، هو بيبقى كومبلكس كده يا جماعه بين الثلاثه دول. لما هو لو هم الثلاث صفات دول موجودين في شخص فالشخص ده نرجسي، هو ده الشخص النرجسي. اول حاجه اللي هو بيبقى مغرور جدا، وعلى فكره في حاجه اسمها النرجسي الخفي، اللي هو قدامك مش هيبان ان هو مغرور، هتلاقي انسان متواضع وعادي جدا، لكن من جواه لو انت اتكلمت معاه ولو انت حد تعرفه كويس هتعرف تكتشف ان هو فعليا حد نرجسي وحد جدا مغرور، يعني على النقطه الاولى هو حد فعليا شايف نفسه زياده. دي اول صفه. تاني صفه يا جماعه دايما بيشوف نفسه ان هو يستحق اكتر بكتير من اللي هو واخده، يعني دايما ياخد حاجه يبقى عايز يوصل لحاجه ياخدها يقول لك لا انا استحق اكتر. الصفه الثالثه يا جماعه وهي لاك اوف امباثي، يعني فقدان التعاطف. يعني فقدان التعاطف ما بيحسش باي حاجه، لا، فقدان التعاطف لما الموضوع بيخص مصلحته. يعني ايه؟ يعني ممكن تلاقي حد رحيم جدا ان جنرال في الحياه عامه، لكن وانس ان جه حاجه قدام مصلحته، تمام، وفيها جزء تعاطف مع الطرف اللي قدامه، لا خالص، او ايا كان مين اللي قدامه، لا هو مستعد يدوس على اللي قدامه ومش بيفكر فيه اساسا، ولا بيفكر ان هو بيدوس عليه، ولا الموضوع بيجي في عقله خالص. هو طالما حاجه فيها مصلحتي انا بمشي فيها وبخلص فيها، بعيدا انا هدوس على مين قدامي. لازم ارجع تاني اقول لك لازم يبقى عنده الثلاث صفات دول عشان تقدر تقول عليه هو شخص نرجسي. ودلوقتي يا جماعه هنتكلم على القسم الثاني وهي العلامات اللي انت لو لقيتها في الشخص اللي قدامك ساعتها فعليا تقدر تقول ان الشخص ده نرجسي. اول علامه معانا هي فكره اللي احنا لسه متكلمين فيها في صفاته، هي لاك اوف امباثي او فقدان التعاطف. يعني ايه يا جماعه فقدان التعاطف؟ ارجع تاني واقولها، مش فكره في الحياه عامه ممكن تلاقيه رحيم جدا طالما الموضوع بعيد عن مصلحته، اول ما تلاقي الموضوع بيقرب من حاجه تخصه ما بيرحمش، حرفيا ما بيرحمش. تاني صفه معانا هي الاحتياج المستمر للاعجاب، الاحتياج المستمر ان انت تظهر له ان انت معجب بيه. الشخص النرجسي يا جماعه بيبقى عايز طول الوقت الناس تمدح فيه، كلنا بنحب الناس تمدحنا، كلنا بنحب الناس تقول لنا كلمه حلوه، دي حاجه طبيعيه، لكن الاحتياج المستمر للموضوع ده اللي مش طبيعي. هنا في مشكله، لان يعني اسباب الموضوع ان الشخص بيبقى شخص نرجسي ليها اسباب كتيره جدا، اساسها اساسا هي من الطفوله، وده يعني هيبقى موضوع تاني ان شاء الله نتكلم عليه في فيديوهات تانية. لكن في العلامات بتاعته بيكون دايما عايز يلاقي الناس تمدحه، عايز يلاقي الناس تعجب بيه، عايز يلاقي الناس تسمعه كلمه حلوه، بيبقى فعليا ما عندوش اي مشكله خالص انه يكلم ناس معينه لان عارف الناس المعينه دي بتمدح فيه دايما، بيروح بس بيكون مع الناس دي عشان خاطر يسمع الكلمه الحلوه دي فيرضي الغرور اللي جواه. العلامه الثالثه يا جماعه هو فكره الاحساس بالاستحقاق الزائد، زي ما انا قلت لكم دايما شايف نفسه ان انا استحق اكتر بكتير من اللي انا واخده، انا استحق اكتر بكتير من الناس اللي حواليا، بيشوف الناس واخد حاجه يقول لك انا استحق اكتر منهم، بعيدا عن هو قدم ايه او ما قدمش ايه، بعيدا هو تعب ولا ما تعبش، لا هو شايف نفسه ان انا من غير ما اعمل اي حاجه انا اساسا استحق اكتر، انا اساسا بطبيعتي كانسان استحق اكتر بكتير من اللي انا فيه. الصفه الرابعه معانا يا جماعه وهي صفه مهمه جدا ومميزه فيه جدا، هي طبعا
صفه التلاعب او سلوك التلاعب عنده. بصوا يا جماعه، الشخص النرجسي هو شخص متلاعب 100%. فاكيد طبعا طالما هو حد متلاعب فاكيد يعني بديهيه جدا انه حد كذاب بشكل خرافي. مفيش حد بيتلاعب ويكون صادق، صح؟ مفيش حد صادق هيتلاعب. الصادق هيكون دغري، مش هيقول كذب، فمش هيتلاعب بيك. لكن النرجسي يا جماعه هو حد متلاعب جدا. يعني متلاعب بيستغل جدا نقاط القوه والضعف اللي موجوده عندك عشان يتلاعب بيك، عشان يعرف كويس يتحكم فيك، عشان يعرف كويس يسيطر عليك، عشان يعرف كويس يوصل للي هو عايزه من الموضوع ده معاك. الصفه الخامسه معانا يا جماعه هي صفه شبه فكره كده جنون العظمه. يعني ايه جنون العظمه؟ الحاجه اللي بيعملها بيمجد فيها قوي زياده عن اللزوم. بيشوف الحاجه اللي هو عملها كانها حاجه ما حصلتش، وكانها حاجه ما اتعملتش، وكانها حاجه واو، وكانها حاجه خلاص انا عملت اللي ما حدش غيري عمله، ويقعد يكلمك فيها كتير. لو عمل حاجه كويسه اللي هو اوكي برافو تمام، حاجه كويسه كويس ان انت عملتها، الموضوع فعليا كويس بس ما يستحقش كل الضجه اللي انت عاملها عليها. لا، هو بيحب جدا يعظم من الحاجه اللي هو عملها، لان هي دي طبيعته، هي طبيعته الغرور، وطبيعته يحب يسمع الكلمه الحلوه، فبالتالي بيحب يعظم جدا من الحاجات اللي هو عملها. الصفه السادسه معانا يا جماعه فكره عدم تحمل المسؤوليه. عمرك ما هتلاقي شخص نرجسي كده متحمل المسؤوليه كده وراجل، ولو غلط يجي يقول لك انا غلطت. دي مش موجوده، دي كده في الخيالات. مفيش شخص نرجسي يجي يقول لك انا غلطت خالص. شخص النرجسي يجي يقول لك لا انا ما انا غلطت عشان انت عملت واحد اتنين تلاته. هيجي يقول لك انت لما عملت كذا انت اضطريتني ان اعمل كذا، كان من الاسباب اللي وصلتني ان انا اعمل اللي انا بعمله دلوقتي انك انت زمان عملت فيا واحد اتنين تلاته فانت خلتني اعمل كذا كذا. عمره ما بيقدر يتحمل مسؤوليه اخطائه ابدا، غير لو انت جيت واجهته وانت كنت حد ذكي جدا وعرفت تزنقهم كويس لحد ما هيجي في الاخر يقول لك خلاص اوكي تمام انا غلطان. بس حرفيا هيبقى طلع عينك والموضوع مش محتاج اساسا حاجه، هو طبيعي جدا لاي انسان تاني هيجي من الاول يقول لك انا غلطان طبيعي، انا بشر وانا بغلط وانا بعترف بغلطي. هو ما بيحبش يعترف بغلطه ابدا. الصفه السابعه معانا يا جماعه هي فكره بتلاقيه دايما غير متاح عاطفيا. يعني ايه غير متاح عاطفيا؟ يعني وانس انك دخلت معاه في علاقه هتحس كده ان هو مش حد متاح معاك ان هو يكمل معاك حياته ابدا خالص. ليه يا جماعه؟ لان النرجسيين بيشوفوا العلاقات كلها مع البشر هي فكره حاجه بحقق منها بينفيت، حاجه بحقق منها مصلحه، حاجه باخد منها فايده بمنتهى البساطه. فهو شايف الناس اللي حواليه دول هي مش فكره علاقه وبكمل معاهم، لا لا لا، انا ده باخد منه ايه. عشان كده بتلاقي عادي جدا النرجسي يعرف اكتر من واحد. هتلاقي الشخص النرجسي يعرف اكتر من بنت، او البنت النرجسيه تعرف اكتر من شخص. هتلاقيه بيعرف ناس كتيره جدا لان هو بيشوف الناس مجرد اداه ان لتحقيق مصالحه، اداه لتحقيق النوافع بتاعته. فعمره ما هيكون الشخص ده متاح عاطفيا ان هو يكون مع شخص كده ويكمل معاه حياته. الصفه الثامنه معانا يا جماعه انك هتلاقي عنده موجات كده ذبذبات من التعظيم وفي نفس الوقت انه يهينك. يعني الشخص النرجسي عمرك ما هتلاقيه كده بيعاملك كويس وبيعاملك بما يرضي الله وبيمدحك وبيقدرك ومقدر اللي انت بتعمله ابدا. هتلاقي كده بيمر عليه اوقات في حياته بيعاملك كويس جدا وبيعظم جدا الافعال اللي انت عملتها، وبيجي يقول لك برافو عليك، وتلاقيه واقف في ظهرك وتلاقيه بيدعمك وزي الفل. وهتلاقي في نفس الوقت اوقات تانية بيعدي عليك بيسحب منك قيمتك خالص ويجي يحسسك ان انت ما بتعملش حاجه. عادي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ما اللي انت بتعمله في مليار غيرك بيعمله، يعني عادي، ولا حتى هيقول لك كلمه شكرا. النقطه التاسعه معانا يا جماعه هي فكره العزله. بيحب يعزلك عن الناس اللي حواليك. لما بيعرف ان انت في ناس حواليك انت متاثر بيهم وانت فرحان معاهم وانت كذا، ما بيحبش الموضوع ده خالص. هو عايزك انت بس يفضل معاه هو لوحده، مش عايزك تبقى مع ناس تانيين. ما بينبسطش لما بيلاقيك بتنبسط مع ناس تانيين. ليه؟ لانه زي ما قلت هو عايز يتحكم فيك. وانس ان الانسان عامه برضه يا جماعه ده في الحياه عامه بقى عنده اكتر من حاجه شغلاه، فخلاص مفيش اي مشكله لو حاجه حتى راحت، انا عندي حاجات تانية شغلاني، صح؟ لكن لو حد بس انا حياتي كلها شخص معين واحد، فالشخص ده لو راح او عاملني وحش انا حياتي كلها بتنهار. وهو ده اللي بيبقى عايزه الشخص النرجسي. الشخص النرجسي بيبقى عايز يتحكم فيك تماما، زي ما قلت دايما هو الهدف الاساسي انه يتحكم فيك. عشان يتحكم فيك لازم يخلي حياتك هو بس، مفيش حاجه تانية غيره. فعشان كده هي الفكره كلها انه بيحاول يعزلك عن كل مصادر القوه بتاعتك ويخلي بس ارتباطك بيه. فهتلاقيه دايما حتى بيتواصل معاك بيحاول يلخمك بيه اكتر من اي حاجه تانية، لان هو عايز يتحكم فيك انت، فبالتالي يعزلك عن الناس التانيين فيقدر يتحكم عليك كويس. النقطه العاشره معانا يا جماعه هي فكره الغيره الزياده، الغيره المفرطه وعدم الاحساس بالامان ابدا. هتلاقي طول الوقت الشخص النرجسي لما بيجي بيكلمك، ودي فعليا يعني من الحاجات اللي خليني اقول لك عليها من الحاجات الصادقه اللي هو فعليا بيبقى حاسس بيها، لان هو طبعا الشخص النرجسي يا جماعه الكذب بالنسبه له شرب ميه. يعني شرب الميه اصعب. شرب الميه الواحد شويه بيحس ان في حاجه بيتعب وهو بيبلعها، في حاجه كده ممكن بتنزل. لا والله بالنسبه له الكذب هو اسلوب حياه، يعني حرفيا هو اسلوب حياه.
فالحاجه الوحيده يمكن اقول لك عليه فيها فعلا هو بيكون صادق، هو الغيره الزياده واحساس بعدم الامان. لان زي ما قلت لك الشخص النرجسي هو شخص مريض نفسي وليه اسباب من الطفوله ادت ليه للمنظر ده، لكن هو في الاخر هو الغلطان. هو كان في ايده ياخد قرار يبقى انسان كويس ويعالج نفسه ويبتدي يمشي في خطوات يحسن من تصرفاته، لكن هو اخذ القرار ده. لكن ارجع اقول مش ده موضوعنا. لكن هتلاقي دايما ان الشخص النرجسي هو شخص حاسس بعدم الامان. هتلاقيه دايما بيكلمك يجي يقول لك انا مش مطمن، انا مش مرتاح، برغم انت ما عملتش اي حاجه معاه. انت ما عملتش اي حاجه، انت ما عملتش اي حاجه تثير الشكوك، ما عملتش اي حاجه تخليه يشك فيك، ما عملتش اي حاجه تخليه يحس ان انت ممكن تسيبه وتروح لحد تاني. مفيش اي حاجه حصلت، لكن هتلاقيه دايما بيكلمك فكره انا مش مطمن، انا مش مرتاح، انا مش حاسس ان انت هتكمل معايا. انا دايما عنده احساس الانسكيورتي ده، دايما تلاقيه انسكيور، حاسس بعدم الامان، فبالتالي بتلاقي عنده غيره مفرطه بشكل غريب جدا. دلوقتي جينا يا جماعه للنقطه رقم 11، مش عارف اعملها بايدي 10 وبعدين واحد. وزي ما قلت اخر نقطتين دول مهمين جدا. النقطتين دول بقى يعني زي ما قلت في اول الفيديو كده بيميزوا الشخص النرجسي بشكل خرافي جدا. اول نقطه هو ما بيتحملش انك تنتقده، ما بيتحملش انك تتكلم عليه في نقطه في ذاته هو تعيبه. بصوا يا جماعه الشخص النرجسي اساسا هو بيحب الناس تعظمه، زي ما قلنا كده في الصفات، بيحب الناس تتكلم عنه، بيحب الناس تكبر فيه، بيحب الناس تشوف الحاجه اللي عملها حاجه كبيره وما حصلتش، بيحب الادمايريشن، ياخد الاعجاب من الناس، صح؟ طيب، فبالتالي اساسا الشخص النرجسي انت لو وانس انك جيت حكيت قدامه على حد تاني بيعمل حاجات كويسه، يعني خلاص بتلاقيه هو بطبيعته اتجنن. ازاي بتتكلم على حد تاني عمل حاجه كويسه؟ لا، انت ما ينفعش تشوف حد تاني بيعمل حاجه كويسه غيري انا. بيتجنن حرفيا، ما عندوش فكره اللي هو في الحياه في ناس كويسه وفي ناس وحشه. اكيد مش معناها ان انت مثلا على سبيل المثال لو انت راجل والبنت اللي انت معاها نرجسيه انك تروح تقول لها البنت التانيه دي جميله جدا واموره جدا تثير حافظتها كبنت. مش ده اللي بتكلم فيه. لكن انت ذكيه وشاطره وفي واحده تانيه والله برضو كانت شاطره وعملت واحد اتنين تلاته. لكن هي بقى وانس ان سمعت كلمه زي دي بتتجنن حرفيا، او هو سمع كلمه زي دي بيتجنن حرفيا. فما بالك بقى ان انت تيجي تنتقده في ذاته هو، تنتقد فعل عمله. يعني مثلا هو اتصرف معاك تصرف خطا، فانت تيجي تقول له التصرف اللي انت عملته ده مش تصرف صح، دي مش احسن حاجه تتصرفها في الموقف ده. حرفيا ما بيقدرش يتحمل الموضوع ده، ما بيتحملش النقد الذاتي، ما ينفعش انت تنتقده في ذاته. دي علامه بتميز جدا الشخص النرجسي. الانسان السوي الطبيعي يا جماعه بيبقى عايز يطور من نفسه. انا لما بكون في علاقه مع حد عارف ان هو باكي عليا وعارف ان همه ان انا وهو نكمل في علاقه صحيه، هسمع له كويس جدا. لما يجي يقول لي خلي بالك الحته دي ضايقتني، الحته دي ما عجبتنيش، التصرف ده ما كانش احسن حاجه، فانا ساعتها هسمعه جدا لان هكون مهتم ان انا ما اعيدش التصرف ده تاني، مش هتضايق واقلب عليه الترابيزه. ودلوقتي جينا يا جماعه للنقطه الاخيره اللي هي النقطه ال 12 معانا، ودي النقطه برده زي النقطه ال 11. 11 و12 دول بيلخصوا الموضوع كله. هي فكره مش هتلاقي فيه اي بروجرس في العلاقه يا جماعه، مش هتلاقي فيه اي تطور في العلاقه اللي انت فيها. دايما بقول الجمله دي، احنا كلنا في العلاقات بنخش، انا من بيئه مختلفه، انت من بيئه مختلفه، فطبيعي جدا بيكون في اختلافات. الاختلافات دي احنا بنقعد نتكلم مع بعض عشان نحلها، عشان نوصل لطرق ان انا ما اعملش الحاجات اللي بتضايقك ولا انت تعمل الحاجات اللي بتضايقني، وان انا ازود الحاجات اللي انت بتحبها وانت تزود الحاجات اللي انا بحبها، فنبقى في علاقه صحيه. ده الطبيعي جدا والموضوع بسيط. لكن للاسف الموضوع مش بيمشي كده. فعشان كده احنا محتاجين نتكلم مع بعض اكتر. هتلاقي انت الشخص اللي انت معاه في علاقه لو انت ملاحظ ان عدى عليك شهور ولا سنين مفيش اي بروجرس، مفيش اي تطور، نخش في علاقات مع بعض عشان المشاكل اللي بيننا تقل، فبالتالي نعيش حياه سليمه، حياه سويه، سواء كان بقى نتخطب نتجوز او احنا متجوزين تبقى حياه في الجواز سلسه. لكن انك ما تلاقيش اي بروجرس في العلاقه مهما انت عملت من مجهود، مهما انت وضحت للي قدامك، مهما عملت اي حاجه، مش هتلاقي فعليا. لما هتقعد مع نفسك تسال نفسك فعليا ايه البروجرس اللي حصل، هتلاقي صفر للاسف يا جماعه. دي علامه مميزه جدا للشخص النرجسي. وعشان الخص موضوع الفيديو النهارده، كنت بتكلم على فكره لو انت محتار اذا كنت انت في علاقه مع شخص نرجسي ولا لا، فالفيديو ده كان موجه ليك. عشان كده الفيديو ده كان متقسم لجزئين اتنين. الجزء الاول هو فكره ايه هو الشخص النرجسي، عشان مش اي حد يا جماعه يقول لكم كلمه نرجسي على طول بناخدها دلوقتي، اي حد بيعمل تصرف وحش بنقول عليه على طول نرجسي. والقسم الثاني ايه اللي هي العلامات اللي بتؤكد ليك ان انت في علاقه مع شخص نرجسي، اللي اهمهم اخر علامتين، علامه رقم 11 و12، اللي هي فكره ان هو ما بيقبلش النقد الذاتي وانس انك انت جيت قلت له على ان التصرف مش عاجبه فما بيستحملش الموضوع ده. والنقطه ال 12 او الصفه ال 12 هي فكره ما بتلاقيش اي بروجرس او اي تطور في العلاقه. لو انت حابب تعرف ايه هي الحيل والالعاب اللي بيمارسها الشخص النرجسي عشان خاطر يتحكم فيك تماما، فشوف الفيديو اللي طالع قدامكم ده. السلام عليكم.